طلابي الأعزاء، أنتم فرسان العلم، أنتم الجيل الجديد في بناء وطن مشرقا آمن للأجيال القادمة، ولم يكن لنا إلا دعمكم وإرشادكم إلى طرق الوصول إلى منتهاكم، فكنتم على قدر العزم والمسؤولية والثقة، ونجاحكم اليوم ليس إلا تهنئة لنا، إننا خطونا خطوة كبيرة في طريق النجاح وبناء الوطن المليء بالأمل المشرق للأجيال القادمة. الإسلام الديمقراطي يلقيها الأستاذ محمد الغرزاني، الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، فليتفضل مشكورا. سعيد بتخرج كوكبة من الطلبة الذين تربوا على منهاج الإسلام الديمقراطي، ولكن منهاج مؤتمر الإسلام الديمقراطي وطلبة أكاديمية الإسلام الديمقراطي هو أننا نعود بالإسلام وبالأديان إلى منابعها، سنعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. هذا دلال خليل، الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، لإلقاء كلمة. روجك يروكي جيان دكن درچونا شاگردین اکادمیا اسلام دموکراتیک دست به اسلام ورز جسرت آبوره دو ایرو بسایا وینا الفكرة اسلام دموکراتیک بلاد دکن خدیل دکن بسایا شهیده ما گوخینا خدانه گو ایرو کارم غرب برنگه کی آرامی همشیام دست به از خوازم بیشم و شاگردین ما پشتی 4 سالا خوندنه هیویر ما گدواد هنه گو پیش و پی بردوام کن بدایتا کارکی نوی فکرکی نوی ددمک دیروکی آبابوی و دو وقتا گو داعش خواهد بناب اسلامی خبری خستن دکر فکر خبرها دکر دو خواست گو اسلامي جريزاوي درخيني اسلام ديمقراطيك امبري ويدركت. ضيوفنا الكرام، نبدأ بتكريم طلابنا طلاب أكاديمية الإسلام الديمقراطي. الطالبة روسيم عجي، جاكلين العبيد، عادة